لو انت مفكر عشان خاطر تعمل فلوس اكتر فلازم ان انت تكون متخصص شغلانه واحده بس، احب اقول لك ان انت غلطان. الفيديو ده هثبت لك عكس الكلام دي تماما. اهلا بك يا صديقي في قناه دوبامين العقل، معاك احمد عثمان مؤسس هذا القناه. فكره القناه ان انا اقرا كتاب واديك فائده القراءه من غير ما تقرا ولا سطر. عودك فكره القناه زي سيدي شرفنا بالسرعه. هنشرح الدرس الاخير لتعليم الروبوت من ابوه الغني. بيقول روبوت منذ عده اسابيع لقد قابلته بصحفيه، يعني اتقابل مع واحده صحفيه في مؤتمر. بيقول كنا قاعدين في الحديقه بتاعت الفندق، فالصحفيه قالت له سؤال شد انتباهه قوي. قالت له انا نفسي اكون زيك في يوم من الايام، نفسي اكون صاحبه الكتاب الاكثر مبيعا حول العالم. قال لها روبرت بس انت صحفيه، ازاي تكوني صاحبه الكتاب الاكثر مبيعا حول العالم؟ بدل ما تقولي مثلا انا نفسي اكون اشهر مذيعه في العالم او اشهر صحفيه في العالم، انت ايه دخلك بموضوع الكتابه؟ قلت له انا في الاصل اصلا انا كنت كاتبه، فكان معايا اكتر من كتاب. قلت له خد حتى بص، انا شغلتي الاساسيه هي ان انا كنت شغاله كاتبه، ودلوقتي انا شغاله صحفيه. وقالت له خد اتفرج على الكتب ديت انا اللي كاتباها. قال لها ما عظيم جدا، انت ممتازه جدا في الكتابه، امال ايه اللي مش مخليكي صاحبه الكتاب الاكثر مبيعا حول العالم؟ قلت له والله انا كل ما اكتب كتاب مفيش حد بيشتريه غير 5 6 ولا 10 تنفار اللي هم الجماعه قرايبي كده وخلاص. عشان خاطر كده انا سبت الكتابه ورحت في مجال الصحه. اديني شغاله في الصحافه وباخد الراتب اللي انا باخده في الصحافه يا دوبك بيعيشني، يا دوبك بشتري بيه التزاماتي واكلي وشربي. قال لها بس انت اسلوبك حلو جدا، ايه اللي مش مخليكي صاحبه الكتاب الافضل مبيعا حول العالم؟ جاوبت بسرعه قالت له والله انا بكتب كتاب او اتنين او تلاته، وكل ما اكتب كتاب ما اشتروش غير 5 6 ولا حاجه اللي هم الجماعه قرايبي او الدايره اللي هي المحيطه بيا وخلاص، والكتاب ما بينتشر. سكتت شويه كده وقالت له ما عندكش اي حل ليا؟ ما عندكش اي حل للموضوع ده؟ قال لها اجابه صدمتها، هي اتصدمت اول ما سمعت الاجابه دي. قال لها روحي خدي كورس في المبيعات. قالت له انت بتهزر صح؟ كورس في المبيعات ايه اللي انا اروح اخده؟ قال لها هو ايه العيب في الكلام ده؟ بقول لك روحي خدي كورس في المبيعات. قالت له بقى انا حاصله على ماجستير في علم الكتابه وحاصله على شهاده جامعيه في علم الكتابه برضه، ودي كله تروح تقول لي خد كورس في المبيعات؟ انت شايف ان الحل بتاعي ان اروح اخد كورس في المبيعات؟ بقى انا مضيع عمري كله في الكتابه وان انا اطور نفسي في الكتابه وان انا اروح انمي نفسي في الكتابه واخد كورسات في الكتابه، واجي بعد دي كله بعد ما ضيعت عمري كله في الكتابه تقول لي روح اتعلمي علم المبيعات؟ ليه انت عايزين اشتغل مندوبه مبيعات ولا ايه؟ قالت له والله انا ما بكرهش حد في حياتي غير مندوبين المبيعات، لان هم همهم كله الفلوس. فاكيد انت بتهزر، مبيعات ايه اللي انا اروح اتعلمها؟ فما عجبهاش الكلام اللي هو قاله، زهقت مره واحده واتعصبت وقامت لمت بسرعه الحاجات بتاعتها. فهي بتلم الحاجات من على الترابيزه، فكان في ايدها ورقه والورقه كانت متنيه كده، فهو لمح بعينه الورقه. اول ما لمح الورقه لقى الورقه مكتوب عليها ايه؟ روبرت صاحب الكتاب الاكثر مبيعا حول العالم. قال لها ممكن اسالك سؤال واحد؟ قالت له قول اتفضل. قال لها مين اللي كتب الورقه دي؟ قالت له انا اللي كاتباها. قال لها انت ليه كاتبه روبرت صاحب الكتاب الاكثر مبيعا حول العالم؟ قال لها انت ليه ما كتبتيش روبرت صاحب الكتاب الاحسن كتابه حول العالم؟ انت ليه كاتبه روبرت صاحب الكتاب الاكثر مبيعا حول العالم؟ ما كتبتيش روبرت صاحب الكتاب الاحسن كتابه حول العالم؟ قالت له والله عشان انت انسان عظيم فسكتت كده وردت قعدت تاني. قالت له عشان انت فعلا صاحب الكتاب الاكثر مبيعا حول العالم، انت كتابتك جيده وتكتب كتابه احسن مني، عشان خاطر كده انت بقيت صاحب الكتاب الاكثر مبيعا حول العالم. عشان خاطر كده انا كاتبه روبرت صاحب الكتاب الاكثر مبيعا حول العالم. قال لها اكبر مشكله الناس بتقع فيها ان هي بتهتم بالمجال بتاعها فقط وبتنسى المجال الاهم منه. قال لها اهم من انك تتعلمي الكتابه لازم تتعلمي انك انت ازاي تقدري تبيعي الكتاب دي اصلا، لازم انك تتعلمي علم المبيعات. قال لها لابد من الان انك تروحي تتعلمي علم المبيعات، وانا عارف ان انت كاتبه عظيمه وعارف ان انت ممكن تكوني بتكتبي احسن مني، لكن انت لازم تروحي تاخدي كورس في علم المبيعات. فموهبه الكتابه لوحدها عمرك ما هتخليكي صاحب الكتاب الاكثر مبيعا حول العالم. بيقول روبرت لقد علمتنا المدارس مبدا التخصص. المدرسه علمتنا ان احنا لازم نكون متخصصين، لازم نكون متخصصين في كل حاجه. مثلا الدكتور بيدخل المدرسه اول ما يدخل الجامعه لازم ان هو يتخصص، يبقى دكتور عيون، يبقى دكتور قلب، يبقى دكتور جراحه، لازم ان هو يتخصص. ونفس الفكره برضه المهندس لازم أن يدخل يتخصص، لازم يبقى مهندس معمار، مهندس مباني، مثلا مهندس كهرباء، مهندس. فالمدرسه هي اللي معلمانا موضوع التخصص. يقول روبرت هي بقى اكبر مشكله كانت عندها ان هي كانت متخصصه في مجال الكتابه بس ما كانتش قابله فكره التغيير، يعني هي ما كانتش قابله فكره ان هي تروح تتعلم علم المبيعات، فكر ان هي دي حاجه غلط. كان بيقول لا انا متخصصه في موضوع الكتابه بس، ايه خلاني اروح اتعلم علم المبيعات؟ عشان خاطر كده روبرت كان دايما بيقول، ابي ساري كان يقول لابد ان تعرف شيء عن كل شيء، يعني لازم انك تعرف شيء عن كل شيء. يعني مثلا في المثال العاده دي مش لازم ان هي تروح تتعلم علم المبيعات من اوله لاخره، لا بس لازم ان هي يكون عندها فكره عن علم المبيعات، ولازم تطبق الموضوع ده في اي حاجه في حياتك. مش لازم انك تكون متخصص في حاجه واحده بس، مش عيب انك تتعلم حاجه تانية فرحها. يعني مثلا مش عيب انك تكون محاسب تكون عندك فكره عن البرمجه. افتكر دايما انك لابد ان تعرف شيء عن كل شيء. حته انك تكون متخصص
متخصص في حاجه واحده دي، الاب الثري بيقول لك ان دي فكره غلط تماما. ومش لازم انك تكون عارف كل المجالات، لازم انك كل مجال تخش فيه انك تضيع فيه عمرك، لا هو بيقول لك خد معرفه اساسيه بس، اعرف الاساسيات بتاعت كل مجال فقط لا غير. وبعد كده نيجي لحته مهمه جدا الاب الثري اتكلم عنها، الحته دي تعتبر هي عنوان الفصل. بيقول لك لا تعمل من اجل المال ولكن اعمل من اجل التعلم. هيجي واحد مثلا يسالني يقول لي طب ازاي؟ طيب اقول لك انك لازم يكون الهدف بتاعك مش انك تجمع فلوس وخلاص، لا الهدف بتاعك انك تكون انت تتعلم. تعال اديك مثل يفهمنا ازاي ان يكون هدفك التعلم وما يكونش هدفك جمع المال وخلاص. يعني مثلا عندنا واحد شغال في شركه بياخد راتب 10000، لكن الشركه اللي هو شغال فيها ديت شركه روتينيه جدا، يعني كل يوم اللي بيقوم فيه اللي بيعيده بيزيد، وكل يوم بيقوم نفس الحاجات اللي بيعملها كل يوم، مفيش ولا خبره ولا في تعلم ولا في اي حاجه، او اللي بيعمله النهارده بيعمله بكره بيعمله بعده، هو نفس اليوم بيتكرر عنده كل يوم، وبياخد مرتب كام؟ بياخد مرتب 10000 جنيه. البني ادم ده هو بيعمل من اجل المال لا من اجل التعلم. نيجي لواحد تاني كان شغال معاه في نفس الشركه وبياخد 10000 جنيه ويومه برده كان ايه؟ كان روتين. الراجل ده قال لك بدل ما انا اعمل من اجل المال تمام وما اتعلمش حاجه ونفس اليوم بيتكرر تمام، والمعلومات اللي اتعلمتهم في الكليه ممكن يكونوا طاروا مني، جاله عرض في شركه تانيه، الشركه ديت هتديه 7000 جنيه. المنطق بيقول انه ما يسيبش ال10 ويروح للكام؟ يروح للسبعه، لكن هو قرر ان هو يروح للسبعه من اجل التعلم لا من اجل جمع المال. المهم فعلا ساب الشركه اللي هو كان فيها وراح اشتغل في شركه ام كام اللي اديله 7000 جنيه، لكن الشركه اللي فاز اللي كان بياخد فيها 7000 جنيه كانت بتزيده كل ساعه التاني كان بيزداد خبره، يعني كان كل يوم بيزداد خبره، كل يوم يتحط في مواقف شكل، كل يوم كان يتعلم حاجه، كل يوم كان ياخد خبره ازيد، خبره. عارف بعد 5 سنين ايه اللي يحصل؟ الراجل اللي كان بياخد 5000 جنيه هيفضل ياخد ال 5000 جنيه زي ما هو، اما اللي كان بياخد 7000 جنيه بعد 5 سنين هيتعرض عليه عرض من شركه ثانيه ممكن ان هو يوصل راتبه ل 25000 جنيه او 30000 جنيه. فهو بيقول لك دايما اعمل من اجل التعلم لا تعمل من اجل المال. كان في بودكاست انا كنت سامعه كان بيقول اللي بيتارجت مال ما بيعملش مال، يعني اللي هدفه فلوس بالعربي كده ما بيعملش فلوس. يعني لو واحد هدفه ان هو يجمع فلوس ياما وخلاص وما يقدمش قيمه او ما يقدمش خدمه، صدقني عمره ما يعمل فلوس. لازم انك تقدم قيمه او لازم تكون انت عندك قيمه او لازم انت يكون عندك علم، فما تجريش ورا الفلوس لكن اجري ورا العلم، اجري انك تطلب العلم وصدقني الفلوس هتجيلك لوحدها. بيقعد كده كان بيقول لروبرت كان عندي في تلك الحالتين كان عندي الاب الغني وكان عندي الاب الفقير، بيقول ابويا الفقير كان محترض دايما على فكره ان انا انتقل من الشركه للثانيه. يعني لو قلت له عايز انقل من الشركه للثانيه هو بالنسبه له دي جريمه جامده جدا، ازاي تتنقل من الشركه للثانيه؟ خليك في الشركه اللي انت فيها، انت ليه تغير؟ ما كان رافض مبدا التغيير تماما. كان دايما يقول لي او المكان اللي انت شغال فيه لو اشتغلت فيه لمده 5 سنين وما زدتش خبره او استفدت معلومه جديده او طورت من نفسك في حاجه فدايما سيب الشركه ديت وروح لشركه ثانيه. وكان دايما مع فكره التغيير والتغيير من اجل التعلم وليس من اجل جمع مال اكتر. يعني مش معنى ان هو يجي له عرض من شركه بتدي له فلوس اكتر ان هو يروح، لا وكان الاول كان بيبص لحته التعليم، هل الشركه دي هتديني خبره؟ هل الشركه دي هتزود الخبره عندي ولا لا؟ وبعد كده يتكلم الاب الغني عن حته مهمه جدا جدا جدا، بيقول لك ان الوظيفه مجرد افلاس مقنع. اقول لك ازاي الوظيفه هي مجرد افلاس مقنع؟ يقصد ان نظام التوظيف تم تصميمه بنظام هندسي بحيث ان يخلي الموظف دايما فوق خط الفقر، مش عشان يكون حر ماليا، يعني هو صمم عشان خاطر يخلي الموظف دايما مهما كان الراتب بتاعه ايه ان يخليه فوق خط الفقر درجه واحده، مش عشان خاطر يخليه حر ماليا. الراتب قبل الموظف ما بياخده بيكون محسوب انه يعيشه بالظبط، يعني الموظف قبل ما ياخد الراتب بتاعه صاحب العمل ذات نفسه بيكون حاسب ان المرتب ده يعيشه، ان المرتب ده يوكله ويشربه ويعيشه ما يموتش من الجوع، عشان خاطر يضمن اخر الشهر انك ترجع الشغل تاني. هو مثلا لو اعطاك مرتب 5000 جنيه وال 5000 دول بيكفوك، افرض مثلا جه عطاك مرتب 25000 او 30000، صدقني انت مش هتروح له الشهر اللي بعده، ليه؟ لان انت بقى معاك فلوس. فهو النظام مصمم انك كل اخر شهر لازم تكون خلصت الفلوس اللي معاك، ليه؟ عشان ترد تشتغل في الشغل تاني. هتقول لي مثلا والله ما في ناس مثلا ممكن تاخد مرتبات 5000، ممكن في ناس تاخد 20000، ممكن تاخد ناس تاخد 30000. هقول لك يا صديقي احنا اتكلمنا في الموضوع دي قبل كده، قلنا كل ما ارتفع الراتب كل ما ارتفعت الايه؟ الالتزامات. عشان خاطر كده اي حد شغال في شركه كويسه وبيقبض راتب عالي اول ما بيروح واول ما بياخد المرتب بيقول له لا انت وضعك الاجتماعي ما ينفعش انك تروح في مواصلات وتيجي في ايه؟ تيجي في مواصلات، انت اول حاجه لازم تعملها لازم انك تجيب عربيه، اول حاجه بيتم محمله فوق طاقته لازم نشيله التزامات عشان خاطر الفلوس اللي معاه تخلص، عشان خاطر يعرف يرد له اخر الشهر تاني. عشان خاطر كده انت لو جبت واحد بياخد 5000 وجبت واحد بياخد 10000 جبت واحد بياخد 20000 مثلا، هما الثلاثه اخر الشهر هتلاقيهم معهمش فلوس، هما الثلاثه هتلاقيهم خلصوا المرتب بتاعهم. عشان خاطر كده لما الاب الغني بيتكلم في الموضوع اكتر من مره لازم انك تكون فاهم ان الموضوع مش موضوع فلوس، الموضوع هنا موضوع عقليه، موضوع تفكير. اكبر دليل ان ابو 5000 اخر الشهر ما يكونش معاه فلوس، وب 10000 اخر الشهر ما يكونش معاه فلوس، وب 20000 برضه اخر الشهر ما يكونش معاه فلوس.
بيقول روبوت ان الموظف وصاحب العمل هما الاثنين دايما في علاقه متوازيه مع بعض. هقول لك ان الموظف بيشتغل دايما اقل مجهود عشان خاطر ما يطردش من الشغل، هو بيعمل اقل مجهود عنده بحيث ان هو ما يطردش من الشغل بتاعه. صاحب العمل برضه بيدفع اقل راتب عشان خاطر الموظف ما يستقيلش. يبقى الموظف بيشتغل اقل مجهود عشان خاطر ما يطردش، وصاحب العمل برضه بيدفع اقل مرتب عشان خاطر هو ما يسيبش الشغل. فهما الاثنين في علاقه متوازيه مع بعض. عشان خاطر كده الاب الغني بيقول لك استخدم الوظيفه انك تتعلم المهارات، مش عشان خاطر انك تجمع مال. تستخدم الوظيفه عشان تتعلم ازاي انك تعرف تتعامل مع الناس، تستخدم الوظيفه عشان تعرف ازاي انك تعمل برزنتيشن، تستخدم الوظيفه عشان تعرف ازاي الشركه بتمشي من جوه. تستخدم الوظيفه ان هي تكون كوبري، بحيث انك لما تيجي تفتح شركه او تيجي تفتح شغل ليك تكون انت عارف الشركه شغاله ازاي، فيكون هدفك في الشركه، يكون هدفك في الوظيفه اللي انت شغال فيها، يكون هدفك التعلم وليس جمع المال. عشان خاطر زي ما فهمتك قبل كده، هو قبل ما بيديك المرتب بيكون حاسبه لك بنسبه 100% انك هتيجي اخر الشهر تكون مخلص المرتب اللي معاك. عشان خاطر كده الاب الغني قال لك ان الوظيفه عباره عن افلاس مقنع، هو معاه فلوس وفي نفس الوقت معهوش فلوس. عشان خاطر كده الاب الغني بيقول لك انك لازم تسال نفسك سؤال: الشغلانه اللي انت شغالها او الوظيفه اللي انت شغالها هتوديك لفين في المستقبل؟ يعني انت كمان 5 سنين بالعربي كده تكون فين؟ هل الوظيفه ديت هتجمع منها فلوس وخلاص، ولا هتكون حصلت على خبره، ولا انت هتقدر كمان سنه سنتين ثلاثه انك تكون فتحت مشروع؟ فهو عايز يعلمك انك لازم انك تعمل خطه ماليه تكون قصيره المدى، وتعمل خطه ماليه تكون طويله المدى. تسال نفسك برضه سؤال: هل الشغل اللي انت بتعمله النهارده بيبني ليك مستقبل؟ يعني انت هل بعد 5 سنين هيكون ليك اسم؟ هل انت بعد 5 سنين هيكون لسه معاك فلوس؟ لازم ان يكون اللي انت بتعمله النهارده يكون هيعود عليك قدام. حتى لو انت بتاخد مرتب ضعيف النهارده، بس في المقابل ان انت كمان 5 سنين هتكون في مكانه كويسه، لا استمر بدل انت بتتعلم. عشان خاطر كده بيقول الاب الثري ان موضوع المعاشات هو اكبر خدعه في العصر الحديث، لان التضخم والتغيرات الاقتصاديه بتخلي المعاش بتاعك اللي انت هتاخده في المستقبل يا دوبك يوكلك عيش وجبنه. ده لو وكلك اصلا، يا دوبك المعاش اللي انت هتاخده يوكلك عيش وجبنه، دي في احسن الظروف. فعشان خاطر كده اوعى تعتمد على المعاش اللي انت هتاخده او تقول انا شغال وظيفه عشان خاطر المعاش اللي هناخده، لا. عايزك دايما انك تكون حاطط خطه ماليه لنفسك. يعني انت مش لازم تكون موظف، لا، انت ممكن تكون حاطط خطه ماليه اللي اسمها خطه التقاعد، وان شاء الله اتكلم عليها في حلقه تانيه لوحدها خالص، لان في اكتر من كتاب اتكلم عن موضوع خطه التقاعد. انك لازم تكون انت عاين فلوس لنفسك، او انت تكون عامل مشروع لنفسك، بحيث انك لما تكبر وما تقدرش تشتغل المشروع ده يصرف عليك. عايزك تركز معايا في الموضوع ان الاب الغني بيختم بيه الفصل. بيقول: ذات مره كنت قاعد في مؤتمر وسالت الطلبه الموجودين قدامي من منكم يستطيع عمل همبرجر احسن من ماكدونالدز؟ اغلب الموجودين رفع ايديه. فهو سال واحد قال له: لماذا ماكدونالدز غني وانت مش غني؟ انت بتقول انك بتعرف تعمل همبرجر احسن من ماكدونالدز، ليه ماكدونالدز غني وانت مش غني؟ فسكت ما عرفش يرد عليه. قال له الاجابه، قال له: الفرق بينك وبين ماكدونالدز ان ماكدونالدز ركزت على المبيعات، ما ركزتش على الهمبرجر، لكن انت ركزت على طريقه عمل افضل همبرجر، لكن انت عمرك ما ركزت على ازاي تبيعه. عشان خاطر كده ماكدونالدز افضل منك، بتهتم بالمبيعات اكتر ما بتهتم بالهمبرجر. لكن اكتر الناس بتعمل العكس تماما، بتهتم بالحرفه بتاعتها او تهتم بالمهنه بتاعتها اكتر ما تهتم بحرفه المبيعات. عشان خاطر كده ماكدونالدز اغنى منك. ماكدونالدز اهتمت بالمبيعات، اما انت ركزت في عمل الهمبرجر فقط لا غير. قال له: انا معاك ان انت ممكن تكون بتعرف تعمله احسن من ماكدونالدز، لكن ماكدونالدز بتعرف تبيعه احسن منك. عشان خاطر كده هي اغنى منك النهارده. انت بتعرف تعمل احسن همبرجر بس ما بتعرفش تبيعه، ملهاش اي لازمه. فعشان خاطر كده بيقول لك ان في ناس ياما موهوبين، لكن هم بيركزوا على الموهبه اكتر ما بيركزوا على المبيعات، او اكتر ما بيركزوا على الحاجه اللي هي اهم من الموهبه. الموهبه مش كل حاجه. عشان خاطر كده هو قال لك ايه، لو انت لسه فاكر معايا، قال لك انك لازم تتعلم شيء من كل شيء. انت بتعرف تعمل همبرجر كويس، تمام، ما فيش اي مشكله انك تاخد فكره عن المبيعات. انت بتعرف مثلا مهندس كويس، ما فيش اي مشكله انك تاخد فكره على المبيعات وازاي انك تعرف تسوق شغلك، لان التسويق هو اهم من المنتج ذات نفسه. احنا في زمن النهارده بقينا بنشوف الشركات بتصرف مليارات على الاعلانات اكتر ما بتصرف على المنتج ذات نفسه. ليه؟ لان هو لو اهتم بالمنتج اكتر ما يهتم بالمبيعات مش هيبيع. راس مال الشركه كله في المبيعات وليس في المنتج ذات نفسه. عشان خاطر كده بيقول لك اهتم جدا بالمبيعات. انت ممكن تكون موهوب بس انت ما بتعرفش تبيع الحاجه، فدي ملهاش اي لازمه. انا مثلا لو لقيت واحد موهوب في حاجه، او مثلا عنده حرفه كويسه، او مثلا عنده منتج كويس وهو مش عارف يبيعه، انا بدخل وانا ما فهمش اي حاجه فيه، اتلاقي مثلا عامل صفحه على الفيسبوك، تمام، واتني عارض الشغل بتاعه، واقول له انا ليا نسبه 20% او ليا نسبه 30%، اتني عامل اعلانين 3 موالين، تمام، ويبقى انا كده بعت له المنتج بتاعه. هو المنتج بتاعه مثلا لو ب 10 جنيه انا ممكن ابيعه ب 15 جنيه واخد انا ال 5 جنيه، زي ما معظم الشركات بتعمل. فعشان خاطر كده دايما حاول انك تكون تدور على حل المشكله. انت ممكن ما تكونش موهوب، بس انت تعرف ناس عندها موهبه، والناس دي ما بتعرفش تبيع الحاجه بتاعتها، خليك انت سبب ان انت تعرف تبيع لهم الحاجه، وقول لهم انا ليا نسبه في الحاجه اللي بتتباع دي. لكن لو انت فعلا عندك موهبه، او انت فعلا عندك حاجه بتعرف تعملها كويس او بتعرف تقدمها احسن من الناس، فلازم انك تهتم بقسم المبيعات. انت ممكن يكون ليك منافسين ياما، وانت عارف المنافسين دول، وعارف ان الشغل بتاعهم مش كويس، وعارف ان الشغل بتاعهم مش احسن حاجه، وشغلك احسن منهم، لكن هم بيشتغلوا اكتر منك. انت عارف ايه السبب؟ السبب ان هم اهتموا بالمبيعات اكتر ما اهتموا بتطوير الشغل بتاعهم.
هو دي السبب اللي بيخليهم يعرفوا يبيعوا اكتر، هو دي السبب اللي بيخليهم يشتغلوا اكتر. عشان خاطر كده احنا في زمن السوشيال ميديا هي رقم واحد. عشان خاطر كده الاب الغني بيقول لك ان اهم مهاره في الزمن ده هي المبيعات والتسويق. تعرف انك تتعلم علم المبيعات وتعرف تتعلم علم التسويق. لو عجبتك الحاجه ما تنساش تشاركنا باشتراكك وتدوس لايك، وتشاركنا برايك برضه في التعليقات، تقول لنا لو في حاجه ممكن نعدلوها، لو في حاجه مش عاجباك ممكن ان احنا نقدروا نطوروا منها. كده ان شاء الله نكون خلصنا كتاب الاب الغني والاب الفقير. ان شاء الله هنشرح المره الجايه كتاب التدفق النقدي. طب هو ايه كتاب التدفق النقدي؟ كتاب التدفق النقدي هو المكمل لكتاب الاب الغني والاب الفقير. يعني اعتبر ان الاب الغني والاب الفقير دي هو الاساسيات، وكتاب التدفق النقدي هو الاعلى منه شويه، هو الليفل الثاني من كتاب الاب الغني والاب الفقير. ان شاء الله اشوفك الحلقه الجايه هنشرح الدرس الاول من كتاب التدفق النقدي. يلا سلام.